بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي منورين سنة رابعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم طبعا كنوز الرياضيات ومس سحر صبري. النهارده بقى هنعيد درس التقريب، بس طبعا بفيديو جديد جدا. فيديو طبعا كرتون كله حركات وتكات زي ما احنا شايفين. ان شاء الله بإذن الله لو سمعت الفيديو لآخره انا متأكدة ان ابنك او انت اللي بتتفرج عليه استحالة تنسى درس التقريب. واتحداك ان النهاردة بعد الفيديو ده هتفهم التقريب وهتعرف تحل اي مسألة في التقريب ان شاء الله. مش هطول عليكم مع درس التقريب للصف الرابع مع مس سحر صبري. ويلا بينا بسرعة نعرف ايه الحكاية وحكاية الارقام عشان تعرف تقرب اي مسألة. كان يا مكان الارقام كلها كانت عماله تغني وفرحانه وبترقص في قلب الحديقه، وجم تعبوا فقالوا احنا هنرتاح شويه ونقعد ناكل تفاح. بس رقم 4 ما كانش معاهم وجي متاخر شويه. اول لما جه رقم 4 راح لرقم 3، قال لها يا 3 اديني تفاحيه، قالت له ما عنديش. راح للاتنين قالت له ما عنديش. راح للصفر قال له ما عنديش. راح للواحد قال له ما عنديش. راح رايح للتمانية وقال لها يا تمانية ممكن تديني تفاحية، قالت له اه طبعا اتفضل. راح للستة قالت له اه طبعا. راح للخمسة قالت له اه طبعا. وراح للتسعة اديته هي كمان. والسبعة اديته هي كمان. في ارقام اديته تفاحية وفي ارقام مرضتش تديله. فرقم 4 زعل شوية وقال لا طبعا انا لازم اروح للدب اللي معانا. الدب ده بقى هو لازم أنا اقول له اللي عملوه معايا الارقام. رقم 4 راح للدب وقال لي يا دب ينفع كده في ارقام ما رضيتش تديني تفاحيه؟ هو انا يعني عشان رحت الغابه متاخر، عشان انا يعني رحت الحديقه متاخر ما يرضوش يدوني؟ قال له يا رقم 4 كل الارقام ما رضيتش تديك تفاح؟ قال له لا طبعا مش كل الارقام. في ارقام كانت حلوه وكريمه ادتني تفاحيه، وفي ارقام وحشه خالص ما رضيتش تديني حاجه. قال له جمع لي الارقام بسرعه لان لازم الارقام نقسمها. قال له هتقسمها يا دب؟ قال له اه طبعا احنا هنقسمها لارقام حلوه كريمه تدينا واحد، وارقام بخيله وحشه ما بترضاش تدينا واحد. قال له طيب ايه هي الارقام البخيله اللي مرضتش تديلك؟ قال له الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه اللي ساكنه في الخانه التانية. قال له خلاص يبقى دي هنسميها ارقام بخيله ما بترضاش تدي اللي جنبها واحد. والارقام الحلوه قال له كانت الخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه. قال له خلاص هنسميها ارقام كريمه. يبقى انا عندي ارقام كريمه الخمسه السته السبعه الثمانيه التسعه بتدينا واحد. وارقام بخيله صفر واحد اتنين تلاته اربعه ما بترضاش تدينا حاجة خالص. قال له مبسوط كده يا رقم 4؟ قال له اه طبعا، واكيد حبايبي الحلوين بتوع الصف الرابع هم كمان مبسوطين وعرفوا يفرقوا دلوقتي بين الارقام البخيلة الوحشة اللي ما رضيتش تديني تفاح والارقام الكريمة الحلوة اللي ادتني تفاح. الارقام بقى ورقم 4 راحوا لماشا قالوا لها يا ماشا طب احنا عندنا درس اسمه التقريب، قولي لنا بقى يا ماشا ازاي نقدر نقرب. قالت لهم ده الموضوع سهل خالص. فتحت الكتاب بتاعها وقالت لهم احنا هنمشي حسب القاعدة. قالوا لها طب ايه القاعدة يا ماشا؟ قالت لهم لما نيجي نقرب بنحط خط تحت الخانة اللي احنا عايزين نقربها، نشوف احنا هنقرب خانة ايه ونبص على اللي قبليها، نعمل اللي قبليها صفار ونشوف الخانة اللي قبلها على طول. يا ترى هي خانة بخيلة ولا كريمة؟ هتدينا ولا ما تديناش؟ فهمتوا يا شطار؟ طبعا ردينا عليها وقلنا لها اه طبعا يا ماشا فهمنا. قالت طب يلا بقى نطبق بالامثله والارقام ونشوف تمارين مع بعض واشوفكم كده انتوا فهمتوا القاعده ولا لا. واوعوا تنسوا نحط خط تحت الخانه اللي انا عايزه اقربها ونشوف اللي قبليها. طب تعالوا نشوف اول تقريب. قلنا لها يلا يا باشا نشوف. اول تقريب معايا التقريب لاقرب 10. لما نيجي نقرب لأقرب 10 نعمل ايه يا باشمهندسين؟ احنا لسه قايلين لما نقرب لأقرب 10 هنحط خط تحت مين؟ العشرة. نحط خط تحت العشرات. فين هنا العشرات؟ ادي احاد عشرات، نحط تحتها خط ونعمل اللي قبليها صفار، قبلها رقم نعمل بداله صفر وهو اصلا صفر.
ونخبط عليه. يا ترى الصفر هيدي للتمانية ولا ما يديهاش؟ لا طبعا، صفر بخيل ووحش، فهننزلها 8 وننزل اللي بعديها برضو زي ما هما. تمام. نشوف مثال كمان. 72 هنعمل ايه يا باشمهندسين؟ هنحط خط تحت العشرات ونعمل اللي قبليها صفر لان العشرة صفر، والسبعة هتخبط على الاتنين. يا اتنين هتديني واحد؟ قالت لها لا طبعا، انا بخيلة ما بديش لحد حاجة، فهنزل السبعة زي ما هي. تالت رقم 99 برضو هنحط خط تحت العشرات ونعمل اللي قبليها صفر وهنبص على اللي قبليها. التسعة هتديها؟ اه طبعا هتديها واحد، بقت 100. شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي بتاع التقريب؟ طيب فهمت يا باشمهندس؟ اه طبعا يا مس سحر فهمت. طب عشان اتاكد ان انت فهمت، حل انت دي بقى يا باشمهندس وقول لي يا ترى لما نيجي نقربها هتبقى كام. بعد كده ماشي قالت فهمتوا بقى يا باشمهندسين التقريب لاقرب 10؟ قلنا لها اه طبعا. قالت طب تعالوا نشوف بقى التقريب لاقرب 100. نفس الكلام يا باشمهندسين، لما نيجي نقرب لأقرب 100 نحط خط تحت ايه؟ المئات. احاد عشرات مئات، احط خط تحت المئات. المئة التسعة قبلها كم رقم؟ رقمين، اعمل بدلهم صفرين، وطبعا المئات صفرين. التسعة هتخبط على التمانية. يا تمانية، يا ترى يا تمانية انت هتديني؟ قالت لها اه طبعا. انت عايزة ايه يا تسعة؟ قالت لها انا عايزة واحد. قالت لها اه طبعا هديكي واحد. تمانية هتدي للتسعة واحد، بقت 10. ما اكتبش طبعا العشرة كلها عشان بعد التسعة 5، هكتب صفر ومعايا الواحد. واحد على 5 6. نشوف المثال اللي بعده. نحط خط تحت المئات ونعمل اللي قبليها صفار، والسبعة هتخبط على الأربعة. يا أربعة انت هتديني؟ قالت لها لا، فهنزلها 7 زي ما هي. تاني نحط خط تحت المئات ونعمل اللي قبليها صفار. الأربعة هتخبط على التسعة. يا تسعة انت هتديني؟ قالت لها اه طبعا هديكي واحد، بقت 5. فهمت بقى يا باشمهندس؟ اه يا مستحر، ده التقريب سهل جدا. برضو نحل دي يا باشمهندس ووريني هتقربي ازاي. ماشي قالت فهمت بقى التقريب لأقرب 100. طب تعالى يلا ناخد التقريب لأقرب 1000. لما نيجي نقرب لأقرب 1000، يلا مين يقول القاعدة معايا؟ نحط خط تحت الألوف. تمام، نحط خط تحت الألف. أحاد عشرات مئات ألوف، نعمل اللي قبليها صفار، والألف طبعا 3 صفار. أنا نسيت، شوف اللي أنا حاطة تحتيه خط قبليه كام رقم؟ 3 أرقام، هعمل بدلهم 3 صفار وبص على اللي قبليها. 9 تديها ولا ما تديهاش؟ اه تديها واحد، بقت 6. اللي بعدها أحاد عشرات مئات ألوف، نحط خط تحت ال6، نعمل اللي قبليها صفار ونشوف الستة هتخبط على 7. يا 7 انت هتديني واحد؟ قالت لها اه طبعا. الستة بقت 7 وانزل ال5 زي ما هي. اللي بعدها أحاد عشرات مئات ألوف، هعمل اللي قبليها صفار، والأربعة هتخبط على 5. يا 5 انت هتديني؟ قالت لها اه طبعا هديكي واحد. الأربعة بقت 5. شفت يا باشمهندس؟ الله، ده طلع التقريب حلو جدا. هقول لك برضو حل لي دي، التقريب لو أقرب 1000. طيب تعالوا بقى نشوف أي تقريب إحنا فهمناه خلاص. يعني إيه يا مس سحر؟ يعني لو أنا جيت قلت لك قرب لأقرب، أنا رحت كاتبة عدد. نشوف كده عدد مع بعض. أنا جيت قربت، كتبت الرقم ده، وجيت قلت لك أنا عايزة أقربه لأقرب، نخليها مئات الألوف. نعمل ايه؟ مين الشاطر اللي يقول لي؟ الله يا مس سحر انا اقول لك قول.
اما نيجي نقرر نحط خط تحت مئات الالوف، تعالوا نشوف كده، احاد، عشرات، مئات، الوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، نحط تحتها خط ونبص على اللي قبلها كم رقم؟ 1 2 3 4 5، نعمل بدلهم 5 اصفار. برافو عليك. وهنبص على التمانية، يا ترى التمانية هتديله ولا لا؟ هتدي للسبعة 1 بقت 8. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يبقى لما اجي اقرب اي خانة نحط خط تحت الخانة اللي هو قايل لي قربها لأقرب 100 ألوف، 10 ألوف، أقرب مليون، أقرب 1000، نحط تحتها خانة، نعمل اللي قبلها صفار ونخبط على الخانة اللي قبلها على طول. لا بخيل لا كريم. شفت بقى يا باشمهندس التقريب سهل جدا جدا ازاي؟ عشان تعرف كنوز الرياضيات اكيد هتحب الرياضيات. يا ريت يا ريت لو عجبك فعلا الفيديو اكتب لي فعلا في التعليق ان عجبك جدا وان انت عايز كتير فيديوهات بالشكل ده، واي شخصية كرتون انت بتحبها احنا كمان هنوفرها لك في الفيديو وهنعملها لك. مع تحياتي طبعا كنوز الرياضيات مستر صبري. ويا ريت لو عجبنا الفيديو مش تنسى اللايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لكل حبايبي الحلوين، حبايب قلبي شطار الصف الرابع. واهم حاجة الاشتراك في القناة، ويا ريت تعليق حلو كده ودعوة حلوة. يا رب ربنا يتقبل. اشوفكم في فيديو جديد مع كنوز الرياضيات، اكيد هتحب الرياضيات. باي باي، مع السلامة.